من 10-11 سنة كده تقريبا في 2014-2015 وبالتحديد في رمضان نزلت سلسلة فيديوهات على اليوتيوب تحت مسمى سحريات. السلسلة دي كانت عبارة عن فيديوهات لطيفة عن مواقف رمضانية مش ظريفة بطريقة خفيفة، وكانوا بيسفوا في الفيديوهات دي على أي حاجة، الإعلانات والمسلسلات، البنات، أي حاجة بيسفوا عليها. ومدة الفيديوهات دي كانت بتتراوح من 50 ثانية ل4 دقايق، والفيديوهات دي ما كانش بيعملها واحد ولا اتنين زي المعتاد، لا ده انت كنت ممكن تلاقي 10 15 20 واحد في فيديو واحد، ودي كانت اكبر ميزه بتميزهم وبتديهم مساحه من التنوع واختلاف عن الباقي. اي نعم الفيديوهات دي ما كانتش اجمد حاجه، بس كانت مناسبه لوقتها. بقول لك 2014 يعني ايام احمد وزينب. اي نعم الفيديوهات دي اتشهرت بعد ما هم اتشهروا، بس كانت بتقول ان الناس دي عندهم حاجه يقدموها، واللي يثبت لك كده ان شارك معاهم نجوم وهم لسه في بدايتهم. اي نعم هم ما كانوش لسه بقوا نجوم، بس ده يدل ان هم ناس موهوبه فعلا، ولان الموهبه من غير عقل يديرها ما بتاكلش عيش. استمروا سنتين على نوعية الفيديوهات، وشوية يغنوا وشوية يمثلوا، وعلى كده مستمرين لحد ما عملوا أول برنامج ليهم ونزلوا منه الحلقة الأولى. اهلا بيكم معانا في برنامج الترنك. ولحد دلوقتي ما نزلوش الحلقة التانية، تقريبا البرنامج كان حلقة واحدة، وبعد كده رجعوا تاني لنفس الفيديوهات اللي كانوا بيعملوها. والفترة دي كانت تقريبا الفيديوهات قايمة على أحمد صافي ومروان إيمان، لحد ما شفنا الراجل ده وسمعنا الموسيقى دي. هما رجعوا لنفس الفيديوهات بفيديو ولا اتنين بعديها، رومانسية بادئة من الحلقة 2. دورت على الحلقة الأولى ما لقيتهاش، بس ما كملوش في نوعية الفيديوهات دي لأنهم عرفوا إن الرومانسية هي الورقة الكسبانة. وعلى فكرة هم استفادوا خبرة كبيرة من الفيديوهات العشوائية اللي كانوا بيعملوها دي. ركز في موسيقى الفيديو ده وركز في موسيقى رومانسية منسية. ما تفطرش، اوعى تشتم، اوعى تشتم وتفطرش. ايه ده خالص خالص، ده راجل غلبان. وبعد النجاح اللي حققوه في رومانسية منسية زي ما تقول كده عرفوا اللعبة بتشتغل ازاي، عرفوا من اين تؤكل الكتف. اول برنامج نجح عندنا كان اسمه رومانسيه منسيه، وانا فاكر كويس قوي ان هو انا كنت عامل على روحي عشان وات اف هو ده، وانا مش عارف افك شفرته. بقوا يتعمدوا يعملوا حلقة خفيفة بألوان مبهجة وملفتة في نفس الوقت، الحلقة فيها شباب وبنات علشان يجذبوا شرايح أكبر من الجمهور. فلو الفيديو ما فيهوش بنات ما كانش ينفع في برنامج زي المنشر يجي لهم أسئلة عن الميك اب وحاجات زي كده. يعملوا حالة تنافسية، يا ترى أنت تيم يايا ولا تيم صافي، يا ترى أنت مع حازم راغب ولا مع حليم، علشان يزودوا التفاعل في التعليقات. المنشر ده كان مبني حوالين طيب انا لو حاولت اخلي تفاعل الاودينس جزء من الشو، قد ايه الناس هتبقى مستجيبه. فده شو واحنا بننشر غسيل الجمهور. اللي بيصوروا واللي بيكتبوا واللي يمنتجوا بيتفرجوا على الحلقة وهي بتتصور عشان لو في ضحك يضحكوا، والضحك عدوى فانت تسمعهم فتضحك. ده غير ان في بعض الحلقات بيجيبوا جمهور حقيقي فعلا عشان يتفرج عليهم، وده طبعا بيدي روح للحلقة. اما التسويق فبيعتمدوا بشكل اساسي على اسامي النجوم علشان يعملوا حلقات تكسر الدنيا. النجوم دول ممكن يكونوا ممثلين، مؤثرين، حد بياكل رمل في انستجرام، وبكده يبقى ضمنوا المحتوى والتفاعل والتسويق اللي هو في لغة اليوتيوب الانتشار. خطة في منتهى الذكاء. خد بقى كل العناصر دي وطبقهم على بقية الحلقات والبرامج، ومن رومانسية منسية للحلبة المربعة، البرنامج اللي بيضحك فيه كتير يطلع اخيه. ومن اللي فاكر لشراكة مع المنتج طارق الجهيني اللي تقدم للمنشر، والفكرة جابت حلقة وحلقة جابت نحتاية جابت برنامج وابتدت الحكاية. كان عندنا مقوله ان احنا كنا بنضحك 7 بني ادمين، نفس ال7 يخشوا ايه ده يا لهوي وكتروا النبي وبتاع، بس هم 7 مش. ومن 7 بني ادمين لملايين المشاهدين، وبقيت فعلا تقدر تقول بيس كيك شركة. اما بالنسبه ليايا وصافي وايه اللي خلانا اشوفهم تيمول وبومبا، غير الشكل وغير ان هم اصحاب جدا ورا الكاميرا، وده يبان قوي قدام الكاميرا. ومع ان الاتنين كوميديانات بس كل واحد فيهم ليه اسلوب مختلف جدا عن التاني. المشهد ده هيوضح قصدي ايه. تيمول، ايوه. عمركش فكرت النقط المنورة اللي فوق دي تطلع ايه؟ بومبا انا بفكرش، انا عارف. طب يطلعوا ايه؟ دبان منور، دبان منور لازق في السجادة الزرقاء اللي فوق دي. عجبي. ده انا كنت دايما احسبها خور غاز مولعة على بعد بلايين الاميال. مع ان بومبا بيتكلم كلام صحيح وعلمي، الا ان تيمول بثقته وكاريزمته خلاك تصدق. وده هو الفرق بالظبط بين يايا وصافي
في طريقة الكوميديا. مدرسة صافي انه يذاكر اللي قدامه كويس قوي علميا واجتماعيا ونفسيا ويحفظه صم، لان اهم حاجة عنده هي تضحك، فيقول حاجة الجمهور ما يفهمهاش عادي بس هي ضحكت تمام. الطريقة دي بتضمن له الفوز وده هدف اللعبة، لكن ما بتعملش رابط قوي مع الجمهور. اما يايا فعكسه تماما تماما تماما. انا هذاكر الضيفة بس على قد ما انا محتاج، هضحكها بس الجمهور كمان لازم يضحك. يعني هنا هو قال لاين الجمهور سمعه وهي ما سمعتوش فطلبت تأييده. ما سمعتش. عايز كورس فوكاليز، ما سمعتش. ممكن نديله فرصه يقولها تاني؟ ممكن تقولها لا تاني؟ لا خلاص لا بليز. هم مش هيتبسطوا، انت هتتبسطي، مش فاهم. المهم انا والاختلاف ده يبان من اول حلقة ليهم، يعني ده اسلوب صافي. يا ريتنا كنا فونت عشان نقرب الكيرنينج اللي ما بيننا. يا لهوي. وده اسلوب يايا. انت درستي صحافه واعلام مش كده؟ صحيح. اسمعي الخبر ده، بحبك. صح؟ انت اصحابك بيدلعوكي بيقولوا لك ايه؟ ريكا. بحبك سيكا. اقعد فكر انت بقى ايه. فباين قوي من اول حلقة ان الاتنين مختلفين. هي مكتوب عليها الحلقة التانية بس انا مش لاقي الحلقة الاولى، لو لقيتها قولي في التعليقات. ممكن تشوف يايا بيستسهل واسلوب صافي في اجتهاد اكبر، بس في الكوميديا بالذات الاجتهاد الزيادة ممكن يجي بالعكس ودي تبقى النتيجة. ايه يا صافي ده؟ لا يا صوفي لا. لا 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 لا. ايه يا صوفي ده اكتر جمله بياخدها من البنات. اما اسلوب يايا بيعمل له كاريزما من نوع خاص وود كده بينه وبين الجمهور، فلما يطلب من الجمهور 100,000 لايك في حلقة اللي فاكر يوصله ل 200. ولما المنتج طارق الجنايني يلمح بس بالهزار ان ممكن يايا يمشي تلاقي الكومنتات كلها كده. ولما يبقى اللاين حلو في نفس الوقت من يايا وصافي والضيف لازم يختار بيحصل كده. اختار. انا مش جاي اقول لك مين الاحسن لان الاتنين بيضحكوني، انا جاي اقول لك ان الحلقة دي كانت وجهة نظر طازة ومستوية وغنية. انا كده خلصت بس انت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو الحلقة دي ما عجبتكش اتفرج عليها تاني. سلام.